الكورس المصري والأرخص لعلاج النحافة. الجزء الأول لكل الناس اللي محتاجة تزيد بسرعة لحد ما يبقى عندها باور إن هي تتغير فعلا. كل اللي حضرتك تعمله هتروح الصيدلية وهتنفذ اللي بقولك عليه بالظبط. ترياكتين قرص واحد كل يوم قبل وجبة العشاء، اسبازمودايجستين قرص واحد قبل وجبة الغداء، ديكسازون قرص واحد قبل وجبة الفطار، فيروجلوبين كبسولة بعد الفطار، اوستيوكير قرص بعد الغداء، اوميجا 3 كبسولة بعد العشاء، جروس فورمولا معلقتين على كوباية لبن بعد العشاء. كورس مصري 100%. عندنا نقطتين خلاف. النقطة الأولى إن حضرتك بتقول ترياكتين وديكسازون، والنقطة التانية عدد الأقراص. حضرتك بكل بساطة قبل ما هتمشي على الروشتة دي عندك اللي أنا هقوله لك ده. عندك دوخة وصداع وزغللة وهلات وخمول وإجهاد وإرهاق وضعف عام وفقدان شغف ومفيش باور وبتنسى كتير وبتتوتر بسرعة، شعرك بيسقط وعظمك بيوجعك وجسمك بيتكسر وأوف مود ومفيش طاقة، نحافة الأطراف الأربعة ومفيش أماكن أنوثة و17 بنطلون فوق بعض. دي الأعراض الطبيعية المنطقية للناس اللي محتاجة الروشتة دي. محتاجين يزيدوا على الأقل من 15 ل 20 كيلو. أول من 5 ل 10 كيلو هناخد دافع كويس بالروشتة دي، بس لازم نطبق الشروط والأحكام. 5 حاجات لازم حضرتك تعملهم جنب الروشتة عشان ما شيلش ذنبك وما شيلش مسؤوليتك. أول حاجة في إنك لازم تشرب من 2 ل 3 لتر مية. لازم حضرتك تنام كل يوم بدري شوية. لازم حضرتك كل يوم تتحرك شوية، ولازم تقعد في الشمس كل يوم من ربع ساعة لنص ساعة على الأقل، ولازم نظبط النفسية. هناخد دفعة محترمة جدا لمدة 20 يوم. الكورتيزون اللي موجود في الروشتة دي مش هيضرك لسببين. حضرتك عندك هرمون الكورتيزول في جسمك قليل، عشان كده عندك الأعراض اللي أنا قلتها. فلو ما عندكش الأعراض اللي قلتها ما تمشيش على الروشتة دي. كمان لازم نرفع الكورتيزول هرمون عشان نستفاد من الفيتامينات اللي احنا بناخدها لحد ما جسمك يعرف يعمل اكشن الاحتفاظ بالميه والفيتامينات لوحده، لحد ما نسبه الميه تزيد شويه فالعضلات هتزيد شويه. عشان 70% من مكونات العضله ميه، فحضرتك هتحتاج تاكل اكتر شويه، فكده هنزود الخلايا الدهنيه وابقى انا عملت اللي عليا. بعد كده هتيجي عشان هنبدا نكمل بالمستورد خلاص، اللي هيظبط الوش والشعر والعظم والضوافر والسنان والبشره والنفسيه والكتله العضليه والباور والطاقه والمناعه، وحضرتك هتبقى مود ومبسوط. 99% من الحالات اللي مشت على الروشتات بتاعتي جايه دلوقتي عشان تكمل الانجاز اللي عملته في الاول، بس كان في الاول ما بياخدوش الديكسازون. بدات ادي الديكسازون لثلاث اسباب: ان الناس نفسها بقى قصير وبتزهق بسرعه، ان الكورتيزول هرمون قليل جدا عند كل حالات النحافه، كل حالات النحافه بيجولي ما بيشربوش ميه اصلا، والسبب الرابع والاهم كل الحاجات اللي بقت ماسكه الترند زي المختوم عباره عن كورتيزون بيتضاف على كل الحاجات اللي انا قلتها، بس بيحطوا كورتيزون امبولات تركيزها عالي جدا فكلهم بينفخوا. حتى شوفوا سوزي الاردنيه بقت عامله ازاي، البت بقت جامده جدا. الناس من بعيد فاهمه ان دي بتاخد المختوم بس وعمل معاها كده، وهي نفسها عارفه من جوه ان هي بتاخد كورتيزون وراضيه عشان كسبت شهره اكتر بكتير، والناس اللي بتطلع المختوم بيدفعوا لها فلوس كتير. لو حضرتك عايز تتغير وتوصل فده الامان بتاعك لحد ما تاخد قرار فعلا انك انت تشتغل على نفسك، فخدت دفعه كويسه. ولو كان الكورتيزون هيضرك فهيضرك عند الاسراف فيه، ولو ما شربتش ميه كتير، ولو كان من غير فيتامينات، ولو هيضرك فمش هيحصل لك اكتر من اللي بيحصل لك. واشوفكم في فيديو جديد.